في صباح يوم 6 ديسمبر سنة 1917 مدينة كندية صغيرة اسمها هاليفاكس كانت بتبدأ يومها عادي زي أي يوم. الناس رايحة شغلها والبحر هادي والجو بارد، ولا حد كان يعرف إن الدقايق الجاية هتغير كل حاجة. كان في سفينة فرنسية محملة بالمتفجرات دخلت الميناء، ونتيجة سوء تفاهم بسيط خبطت فيها سفينة تانية، والشرارة ولعت والنار بدأت تنتشر في كل حتة، والناس من بعيد بتتفرج ومش عارفة إن الكارثة قربت. وفي ثواني انفجار ضخم مسح يجي نص المدينة، الهواء نفسه اتقطع والبيوت اتهدت، والبحر رجع يضرب الشاطئ بموجة صغيرة زي تسونامي كده. بس بقى وسط كل الخراب ده حصلت حاجة أغرب من الانفجار نفسه. الناجين بدأوا يساعدوا بعض، والأطباء فتحوا بيوتهم للمرضى، وناس بتشيل الطوب بإيديها، ومدن تانية بتبعت مساعدات، والكل كان بيحاول يثبت إن الحياة لازم تكمل. هي المدينة اتدمرت فعلا، لكن روح المدينة ما اتدمرتش. ومن قلب الرماد بدأت تبني من جديد. وهنا بقى يجي السؤال الحقيقي بتاع الحلقة دي: هو إيه اللي بيخلي الإنسان يكمل رغم إن كل حاجة بتقع عليه مرة واحدة؟ مش يمكن هو ده الأمل؟ يمكن لما تسمع القصة دي تحس إن فيها أسئلة جواك، زي مثلا إيه هو الأمل أصلا؟ وهو إيه اللي بيخلي الإنسان يقوم تاني بعد ما كل حاجة تقع فوقيه؟ وهل هو مجرد إحساس بنتمسك بيه لما بتحصل حاجة مش حابينها؟ وليه الإنسان بيحتاج الأمل لما كل حاجة حواليه بتنهار؟ بس برضه في سؤال مهم قوي: هو الأمل دايما حاجة كويسة، ولا ممكن يكون مثلا حاجة بتخدعنا ووهم مش هينجح؟ خلينا نشوف. بس الأول خليني أقولك إن كلمة الأمل بشوفها اتكلموا عنها كتير لدرجة إنها استهلكت، بقت كلمة بنسمعها في كل حتة زي خليك متفائل وما تستسلمش. بس بيني وبينك الكلام ده سطحي شوية، عشان كده حابب النهاردة نتكلم عن الموضوع بشكل أعمق شوية، ومش ككلمة حلوة نرددها، لا كفكرة نعيشها ونفكر فيها بجد. وإزاي الأمل ممكن يكون قوة حقيقية، وإزاي برضه ممكن يبقى خداع لو إحنا مشينا وراه بالعاطفة بس في حاجة مهمة جدا عايز أقولها لك قبل ما أبدأ: مش شرط تكون الإجابات اللي هنناقشها في الحلقة دي صح 100%. أنا بس عايز نبص للموضوع بطريقة مختلفة شوية ونفكر فيه أنا وأنت بروقان كده. ويلا بقى قوم اعمل أي حاجة تشربها وتعالى عشان تركز معايا. عملت بقى كوباية شاي بالنعناع في الشتا ده حاجة حوار. يلا نيجي تعالى نبدأ الموضوع من وجهة نظر عملية شوية. عالم النفس الأمريكي تشارلي شنايدر كان ليه رؤية مختلفة شوية عن الأمل. هو ما كانش شايفه حالة إيجابية أو مشاعر لطيفة بنحاول نطمن نفسنا بيها. هو كان شايف إن الأمل طريقة تفكير واعية ومنظمة عشان توصل لحاجات محددة. شنايدر بيقول إن الإنسان اللي عنده هدف حقيقي هو عنده 3 حاجات أساسية: أول حاجة هدف واضح عايز يوصله، وتاني حاجة خطة أو طرق واضحة توصله للهدف اللي هو عايزه، وتلاتة ودي مهمة برضو شوية بيبقى عنده إيمان داخلي بنفسه اللي هو هيقدر يوصل مهما كانت الظروف. وده عند شنايدر الفرق بين الأمل الحقيقي والإيجابية الفارغة اللي بتخليك تفضل مستني عشان تحصل حاجة كويسة في حياتك. الأمل عند شنايدر مش إنك تحس إن كل حاجة تمام، لا، الأمل عند شنايدر هو إنك تشتغل عشان كل حاجة تبقى تمام فعلا. تعال نفكر كده مع بعض. إحساس الأمل لوحده جميل صح؟ عشان بتحس إن في حاجة جواك كده بتقولك لا لسه ممكن. لكن لو كنا نبص على الأمور بطريقة واقعية أكتر هنشوف إن الإحساس ده مجرد إحساس بس، مش هيوصلك لأكتر من كده. لأن أي حاجة من غير خطة أو خطوات واضحة مش هتوصلك لحاجة، مش كفاية. أنت ممكن تقعد تتمنى وتتخيل إن كل حاجة هتبقى تمام، وده إحساس حلو، بس للأسف برضه مش هيوصلك للنتيجة اللي أنت عايزها. وهنا بيجي مفهوم كده أو مصطلح سماه الفيلسوف سلافوي جيجيك اسمه شجاعة اليأس. ممكن يبقى اسمها غريب شوية، بس الفكرة وراها بسيطة وعميقة في نفس الوقت. طيب مفهوم أو مصطلح شجاعة اليأس مش معناه إنك أنت تيأس ويبقى عندك إحباط من كل حاجة، بالعكس ده معناه إنك تواجه الواقع بكل وضوح وشجاعة، وتبص للموقف الموضوعي وتعرف إن العاطفة لوحدها أو الإحساس مش هيوصلك لأي حاجة. يعني الأمل الحقيقي مش مجرد شعور إيجابي أو تفاؤل عاطفي، لكنه بيبقى قرار واعي من جواك انت. قرار إنك تقول لنفسك أنا هشتغل وهخطط وهعمل كل اللي أقدر عليه عشان أوصل لهدفي، وتبدأ فعلا تحط خطوات واضحة توصلك للحاجة اللي أنت عايزها. وزي ما قلنا إن شنايدر كان شايف إن الأمل ده مش مجرد شعور، لا ده تفكير منظم، زي انك يبقى عندك خطة وعندك هدف واضح تمشي وراه، وبرضه يبقى عندك ايمان داخلي بنفسك انك هتوصل مهما كانت الظروف اللي حواليك او الدنيا عاملة ازاي. فكر كده معايا، لو الواحد قاعد متفائل ومتحمس وعقله فاكر انه هيحقق كل حاجة من غير ما يتحرك، هل هيوصل لحاجة؟ أكيد لأ. يعني من هنا نعرف إن الأمل اللي بجد هو اللي بيخليك تتحرك وتخطط وتوصل لهدفك حتى لو كل حاجة حواليك بتقع. وبيبقى ده الفرق بين اللي عنده أمل حقيقي واللي عنده بس أمل سطحي كده أو تفاؤل اللي بنشوفه كتير حوالينا، زي كلام بس حلو كده من غير ولا حركة ولا فعل ولا أي حاجة. يعني لو عايز أملك يكون فعلا ليه قيمة لازم يكون عندك وعي وشجاعة. شجاعة تخليك تعترف إن الواقع اللي أنت فيه دلوقتي صعب، بس مع التخطيط والحركة هتوصل للي انت عايزه. الامل من وجهة نظر شنايدر مش مجرد شعور بس،
لا، هو شيء بتطبقه كل يوم حتى لو محدش بيشوفك، بس في الاخر هيوصلك للحاجه اللي انت عايزها. بس بيني وبينك برضو احنا ما ينفعش نتخلى عن الاحساس الايجابي للامل. مهما كنت عقلاني ومنطقي، دايما هيبقى في حاجه جواك بتقول لك بكره احسن، حتى لو انت ما عندكش هدف او خطه واضحه. والحته دي عموما فينا غريزيه شويه، يمكن هي اللي بتخلي الانسان يقوم ويكمل حتى لو مفيش اي حاجه واضحه قدامه. وده في حد ذاته شيء عظيم، لان الانسان من غير امل ملوش طاقه يعيش اصلا. بس هنا بقى لازم نكون صادقين مع نفسنا شويه، لان الاحساس الايجابي لوحده من غير فعل ومن غير وعي ده ممكن يتحول لوهم. الامل من غير فهم هيخليك تعيش في خيال جميل، بس مش هيوصلك لاي حاجه انت عايز توصل. ودي بقى المفارقة الغريبة، إن الأمل اللي بيوصلك لهدفك هو نفسه الحاجة اللي ممكن تضيعها لو اتعاملت معاها بالعاطفة بس. يعني حاجة حلوة جدا إنك تحس إن بكرة هيبقى أحسن، بس الأهم من ده هو إنك تفكر وتخطط عشان تخلي بكرة أحسن فعلا. وهنا بقى خلينا نروح لنقطة الإيمان اللي سنايدر اتكلم عليه. سنايدر ما كانش شايف الإيمان إن هو مجرد شعور بس كده بيطبطب عليك، لأ، هو بيبقى إيمان عميق من جواك إنك هتوصل رغم أي حاجة ممكن تحصل. لكن الإيمان ده مش بيعيش لوحده، لازم يبقى جنب السعي والعمل وكمان الخطة اللي أنت حاططها. والإيمان هنا مش ضد العقل، بالعكس، لما تبقى مؤمن بجد انك هتوصل، الايمان هنا مش هيخليك تستنى المعجزه، الايمان هنا هيخليك تعملها بالشغل اللي بجد. والايمان ده على قد ما هو في الجزء العاطفي، هو في الحقيقه اقرب للفكر العملي، لان اللي مؤمن بجد هو اللي بيشتغل وهو اللي بيتعب، مش قاعد بس ومستني حلمه يجيله لحد عنده. اما الامل الوهمي اللي بيخليك تحس ان كل حاجه هتبقى تمام، هو ده اكبر كذبه بيعيش فيها الانسان. وانك تقعد تقول انا مؤمن اني هنجح من غير ما تتحرك لده تبقى مجرد أمنية بس. عشان الإيمان الحقيقي بيخليك تبص للواقع وتقول أنا عارف إن الواقع صعب، بس هكمل وهوصل للي أنا عايزه. ودي في حد ذاتها شجاعة، لأن الإيمان مش ضد الواقع، الإيمان هو إنك تشوف الواقع بكل قساوته وبرضه تكمل الطريق. وخليني أقول لك حاجة، الإيمان ده كمان مش بعيد عن ربنا، عايزك تعرف إن ملوش حاجة هتجيلك وأنت قاعد، بس لما تؤمن وتشتغل بجد ساعتها هتنجح بجد. بص، أنا جبت لك قصة هاليفاكس دي مش عشان نعيش في مأساة، لا، أنا جبتها عشان نسأل نفسنا سؤال بسيط بس عميق شوية، اللي هو إيه اللي بيخلي الإنسان بعد ما كل حاجة بتنهار حواليه اللي هو يكمل ويقوم تاني؟ يعني ليه في لحظات الانكسار مش بنستسلم؟ يجي شعور عند الانسان غريب كده ان هو لازم يكمل وان بكره فعلا احسن. بس خليني اسالك انت سؤال بقى، هو ايه الامل بالنسبه لك؟ يعني هل هو احساس بيطمنك ان بكره ممكن يكون احسن، ولا هو قرار انك تكمل حتى لو مفيش سبب واضح يخليك تكمل؟ وكمان عايز اعرف، هو الامل بالنسبه لك لحظه عاطفيه ولا موقف عقلي ومنطقي وواعي؟ وهل انت شايف انك عندك امل بجد ولا مجرد تفاؤل بتحاول تصدقه عشان ما تقعش بس؟ انا مش بسالك كده عشان الفيديو مثلا والحلقه او كده، لا، انا عايز اسمعك، لان كل واحد فينا شايف الامل بطريقه مختلفه. في ناس شايفاه طاقه روحيه، وفي ناس شايفاه غباء ناعم بيخلينا نصدق ان الامور هتتغير من غير ما نتحرك. بس بيني وبينك يمكن الامل الحقيقي هو مش اللي يخلينا نصدق اللي بكره هيبقى احسن، لكن في اننا نختار نواجه النهارده زي ما هو ونحاول رغم كل حاجه. قول لي بقى بصراحه، انت شايف الامل بالنسبه لك ايه؟ وبتحس انك فعلا عندك امل ولا بتحاول تصنعه كل يوم بالعافيه؟ يا ترى بعد كل اللي قلناه النهارده ده حسيت بايه؟ يمكن افتكرت طريق كنت ماشي فيه ووقفت في نصه مثلا، او حلم كنت فاكره خلص بس طلع جواك جزء صغير لسه مصدق ان هو ممكن يكمل. ممكن كمان تكون ما خدتش من الكلام غير فكره صغيره بس كده نورت في دماغك حاجه معينه، وده كفايه جدا. مش شرط تفهم كل كلمه او تعرف كل حاجه، المهم انك تطلع مستفيد من الفيديو. بصراحه انا مش بحاول اقول لك انك تكون ايجابي او انك تكون متفائل بالعافيه، ولا اقول لك ان كل حاجه هتبقى تمام. انا بحاول نفكر سوا بهدوء كده، بعيد عن دوشه السوشيال ميديا والكلام المتكرر عن الامل والطاقه والتحفيز والحاجات اللي انت عارفها، لان انا مؤمن ان التفكير الهادي بيخليك تكتشف حاجات في نفسك انت كنت ناسيها اصلا. الهدف من الفيديو ده مش اننا نرجع الامل مكانه، لكن اننا نحاول نفكر فيه بمنظور مختلف اعمق واقرب للحقيقه. يمكن كمان تسمع راي مختلف يخليك تبص للدنيا من زاويه جديده، او حتى تلاقي نفسك بتفكر بشكل ما كنتش واخد بالك منه. انا عايزك بعد الفيديو ده تسال نفسك كام سؤال كده، هو انت شايف الامل فكره ولا موقف عاطفي ولا تفكير منظم ولا ايه بالظبط؟ وقبل ما تقفل قول لي حابب نتكلم في ايه الحلقه الجايه. وعايز افكرك ان انا بحاول اتكلم في مواضيع مختلفه ونفكر فيها بروقان كده، بعيد عن السوشيال ميديا والحاجات اللي انت متعود عليها. فبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وبرضه ابقى خد جوله في القناه كده وقول لي ايه رايك في الفيديوهات اللي بعملها. سلام. اخيرا خلصت، اخيرا. الساعه دلوقتي كام؟ الساعه دلوقتي 4. انا بادئ تصوير من الساعه 1 تقريبا، يعني بقالي من الساعة 1 لحد 4، يعني تقريبا حوالي 3-4 ساعات. الساعة 4:15 دلوقتي، 3-4 ساعات عشان أصور مثلا 8-10 دقايق ولا حاجة.
يلا، سلام بقى.